عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. جايلكم النهارده بقى بفيديو فيه وصفة الاتنين، هيعجبكم قوي. ده ايه بقى؟ ده قمر الدين، بس انا عاملاه باللبن. ودي بقى ايه؟ صينية جمبري تحفة. شايفين المنظر عامل ازاي؟ كملوا بقى الفيديو الاخر بقى عشان نشوف عملنا الحاجات الحلوة دي ازاي. وقولوا في التعليقات مين بيحب الجمبري، وبتحبوه بقى شوربة، ولا بتحبوه كده مثلا في صينية، ولا بتحبوه في طاجن في الفرن. يعني قولوا انتوا بتحبوه ازاي، واكتبوا لي بقى في التعليقات. شايفين بقى الجمبري عامل ازاي، وشايفين الشوربه بتاعته بقى. انا من الناس اللي بتحب الجمبري ده جدا 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 جدا. واللي لسه متابعني اول مره ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس، ويشرفني بقى باي تعليق حلو كده. ولو نفسه في اي وصفه حابب ان انا اعملها له يقول لي عليها. شايفين الجمبري عامل ازاي؟ مش هقول لكم طعمه كان عامل ازاي وريحته كان تحفه. انا هنا عملت ايه؟ جبت لفه ورق قمر الدين، حطيتها عليها كوبايتين ميه سخنه، وسبتها حوالي ساعه ونص كده. وبعد كده قمت جايه حطاهم في الخلاط بالميه بتاعتهم اللي هي ايه، اللي هي بشت فيه. وقمت جايه حاطه عليهم معلقتين إيه، لا 4 معالق نشا. وحطيت نص كوبايه سكر، وحطيت كوبايتين لبن. يعني انا حطيت كوبايتين ميه وكوبايتين لبن و4 معالق نشا. وقمر الدين بوشته في ميه سخنه. الميه السخنه اللي بوشناها في قمر الدين دولت انا عامله حساب ان هما كانوا كوبايتين اتنين، يعني كوبايتين لبن كوبايتين لبن وكوبايتين ميه. ولفه قمر الدين و4 معالق نشا، كنت مسكتهم كلهم ضربتهم في الخلاط. وبعد ما ضربتهم في الخلاط صفيتهم كمان عشان بس يبقى ان الخليط كله كويس، يعني متناسق مع بعض. عملت ايه هنا بقى؟ قمت جايه حطاهم على النار ولا عاليه قوي ولا وسط قوي. وقفت جنبهم قعدت اقلب فيهم لغايه ما ايه، حسيت ان القوام بتاع قمر الدين سخن. اسهل حاجه تعمليها قمر الدين دي، ووصفه مغذيه قوي وطعمه حلو قوي، طعمه مميز جدا. وبيبقى حلو قوي في اجواء رمضان اللي احنا فيها. شايفين لونه عامل ازاي؟ مع اني حاطه عليه لبن، يعني المفروض كمان لونه يبقى افتح من كده. لونه كان جميل قوي والقوام بتاعه كان تحفه. صبيته بقى سخن كده وسبته لغايه ما هدي. بعد كده بقى قمت جايه حاطه عليه المكسرات. عندك اي مكسرات حطيها، انا كان عندي زبيب حطيته، عندك جوز الهند، عندك اي حاجه حطيها. جرنشي بقى ما عندكيش مش مشكله، هو اصلا طعمه بيبقى حلو قوي. وفي نفس الوقت انت دخلتي اللبن عشان مثلا يبقى يفيد الاطفال اللي عندنا الصغيرين ويفيدنا احنا كمان. بجد وصفة مغذية قوي. ايه اللي عنده بقى قمر الدين كده حطه في التلاجة ولا في المطبخ ومكسل يعمله، لا قوموا اعملوا بجد، يعني بجد طعمه حلو قوي ومميز جدا. انا بحب القمر الدين قوي. ما عملتوش من اول رمضان، قلت لا انا لازم اعمله بقى كده وايه، وانزل الطريقة بتاعته واصورها معاكم. وصفة سهلة ومغذية، في نفس الوقت تغيير بقى عن الكنافة اللي احنا كل يوم كنافة قطايف. لا ودي حاجة كده مسكرة كده وحلوة قوي. شايفين بقى؟ انا قلت لا انا لازم بعد دوت بعد ما حطيته في التلاجة يجي ساعتين كده. قوامه حلو ولا تقيل بقى تحسي انتي بتاكلي حاجة جامدة كده، ولا خفيف مية. بجد جربوا. هنا الوصفة التانية بقى، جبت بصلتين، طماطمتين، شوية توم، ملح وفلفل، توابل سمك، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية زيت اهمت، عصرة ليمونة. كل الخليط ده همسكه اعمله ببعض او اخلطه ببعض قوي عشان يطلع لي بقى شوية جمبري كده تحفة. الجمبري ده انا كنت حاطاه في حلة كده، وبعد كده وحط وعصر عليه ليمون، طلعته بقى حطيته في المصفى، وقلت اما اغسله برده كمان غسله كده عشان الزفاره. ان هو شايفين عامل ازاي الجمبري ده، هتعتبر يعني اقل من الصغير، هو مش كبير، هو يعتبر صغير اصلا. بس قلت ايه، تغيير بقى اكل. هتمسكوا بقى كده تخلطوا كله بالخليط اللي احنا عملناه دوت. وعلى النار مش هيكمل معاكي 10 دقايق. حكايه كده، عارفين ان الجمبري اصلا ما بياخدش سوا على النار. إيه، انا على طول بعمل الجمبري شوربه، فقلت المره دي ايه ما نحاول نعمله كده ايه زي الطاجن كده. بجد كانت طريقته كانت حلوه قوي، وريحته بقولك مش هقولك كانت يعني جايبه الشارع كله. قعدت بقى اقلب على النار كده 10 دقايق بالظبط وكان استوى. ان انا كنت حطاها ما كانتش ولا عاليه قوي ولا واطيه قوي، على نار وسط كده. احنا مش عايزين نهدي عليه النار لان هو اصلا ما شاء الله بياخد سوا بسرعه. بس يا مليك متعمليش الصوت بقى هيك كده.
معلش بقى يا جماعه، انتوا عارفين ملك. ولازم كل فيديو تحطوا فيه التاتش بتاعها. انا بوريكم بقى اهوت اللي يطلع شويه شوربه حلوين قوي. اسهل وصفه تعمليها ومتاخدش منك وقت الجمبري ده، سواء شوربه سواء طاجن، وريحته بتاخدوا منه يعني من اقل تتبيله بتاخدوا منه طعم حلو قوي. لا تغيير في الاكل كمان. انا الفطار بتاعنا النهارده كان عندي شويه رز في التلاجة، مسكتهم سخنتهم وعملت شويه الجمبري دولت، وعملت طبق سلطه وشويه طحينه وشكرا كده. بس والله العظيم كان فطار يعني ايه، في تغيير كده، في ابتكار يعني، حاجه مش تقليديه كده. عشان كده انا عملت الجمبري في صينيه. احنا نعتبر زي ايه يعني ايه، مش عارفه تعملي شويه فراخ في بطاطس، يعني حاجه تغمسي بيها كده. بجد كانت طعمها حلو قوي. جربوا الطريقه ديت هتعجبكم. واستنى بقى رايكم في التعليقات. واللي لسه بقى مشتركش كده او لسه ما حطش اللايك واشترك في القناه يشترك بقى، عشان كل حاجه ان شاء الله بنعملها توصله. كل سنه وانتم طيبين، واستناكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. ممكن خلاص استوى اللي كده عشان يبرد. شايفين اللون كان عامل ازاي، اللون كان تحفه، طعمه ما شاء الله والله كان جميل قوي. وشويه الصوص اللي طلعت بقى دلوقتي مسكتهم صفيتهم وحطيتهم بقى في كوبايات صغيره كده. كان بجد طعمه حلو قوي. يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم ويكون خفيف عليكم. نستناكم ان شاء الله بقى في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.